يا مرحبا عد السحاب نهمر وحي مجادي بالروحي بالخاو من عادها فوق الخيول الضمر وجادنا ما هي تروف وتاو ما نحتري جمر العدول جمر ناخذ حلاله في النهار الضاوي نسل الكريم اللي ينبع اسمه عمار عدي بن حاتم متعب كل راوي ورث من تفخر بفعله شمر موسى الرفيع الفارق الظلماوي رقيت لي مرق ما يرقى قمته غير الشجاع اللي يحط الكايدة في سد دقنه وشنب لا طاع غير فكرة ان الطايلة عسرة مطا يقدم ونفسه في الشدايد واللزوم مجري شاعر وجزلة صيدته ما هي بترمى الضبا يقلط على الحبيب واللي ماخذ منها الشب شرو ابن عم الاسمع للموقف الغصب دا يرقى النوايف بالفعول الفارقة كنها تبا موسى بن فرحان الغريري عزوتي ذرب الطبا هذا ابن عم سيرته مثل السلاح ذهبا هذا سمي جد النباع من السطر والطيب شاع هذا سمي جد النباع من السطر والطيب شاع يا سد عين اللي يشيل اسمه ويارث منسبه ناس للغرير محددة تحدى الديار يوم الدفاع عن حلة اللبا فريضة ما دخل فيها شبه أحفاد عدي الحاتمية اللي خالت ذكره وذا عدي بن حاتم عزوات العدوات عند الموجبة هو راس طي اللي وفد في قومه بوقت الضياء يوم النبي ما اختار غير اللي فرق بين عربه اللي شراته ما تقلط غير في صدر الوسام ماخر اسمه شمري رفعه ربي مرتبه شمر وشمر يا عرب شمس سنة مغارب واسم من الهبة ضرب يا طيب راس شمري قبيله ودوله على مر الليالي ما سلا عنها الكفو وابن جلا يا طيب راس الشمري لعودت للمرجلة والعسرة على أوله والمجد في حلتها لا تذكر الا الشمري حي الرفيق اللي يصد من السطر سود اللي تشيل بروسها يشيله براس اصبعه رجال وسنا في نعد في الشدايد راس مال حيه وحي الشايب اللي بالمراجل عربه هذا ولد من يحسب المجد ولا يحسب ريال صب فنجال الشدايد والبلاوي يشرب من طيب راس حتى بيت الشعر ما جاه اختلال لو اذكر اسمه واسم ابوه وجده واسم ربه موسى ولد فرحان بن موسى الغريري ما يزال ساس المكارم والمراجل والعلوم الطيبه معرب عزوة عمامه هي بعد عزوة خوال الله يبيض وجه من عرب نباه منسبه في يوم عرس عربو بالسيف ورمو بالعقل لين السما تمطر عقل تحجبني طاق الذبذبه رقيت لي مرق ما يرقى قمته غير الشجاع اللي يحط الكايدة في سد دقنه وشنب لا طاع غير فكرة ان الطايلة عسرة مطا يقدم ونفسه في الشدايد واللزوم مجري شاعر وجزلة صيدته ما هي بترمى الضبا يقلط على الحبيب واللي ماخذ منها الشب شرو ابن عم الاسمع للموقف الغصب دا يرقى النوايف بالفعول الفارقة كنها تبا موسى بن فرحان الغريري عزوتي ذرب الطبا هذا ابن عم سيرته مثل السلاح ذهبا هذا سمي جد النباع من السطر والطيب شاع هذا سمي جد النباع من السطر والطيب شاع يا سد عين اللي يشيل اسمه ويارث منسبه ناس للغرير محددة تحدى الديار يوم الدفاع عن حلة اللبا فريضة ما دخل فيها شبه أحفاد عدي الحاتمية اللي خالت ذكره وذا عدي بن حاتم عزوات العدوات عند الموجبة هو راس طي اللي وفد في قومه بوقت
الرفيق اللي يصد من السطر سود الليالي، اللي تشيل بروسها يشيله براس اصبعه، رجال وسنافي نعد في الشدايد راس مال، حيه وحي الشايب اللي بالمراد